قرنين من الفلفل الحار. انا حطيت حار، انتي بقى ممكن تحطي رومي، ممكن تحطي فلفل الوان. وحطيت معاهم بصلايه، وضربت الكلام ده كله في الخلاط. طب انا ليه حطيت بصلايه وانا كده كده بحمر بصله في الزيت؟ عشان الناس اللي ما بتحبش تحمر بصل في الزيت، ممكن تعملي ايه، تجيبي الطماطم بتاعتك، الكميه بتاعتك كلها، وتحطيها في، يعني تقطعيها وتقطعي معاها بصلتين كبار، وتقطعي معاها قرنين من الفلفل. زي ما قلت لكم كده، بجيب الطماطم بتاعتي بقطعها في، واقطع معاها بصلايه او بصلتين كبار، واقطع معاهم قرنين فلفل، واحط حله واحط فيها زيت او سمنه، وبعد كده انزل بالطماطم دي من غير ما احمر ولا بصل ولا توم ولا الكلام ده كله. هي بتستوي منها في نفسها، وبيبقى طعمها في منتهى الجمال. او ان انت عايزه تحمري بصلايه زي ما انا هعمل كده وتنزلي بالطماطم بس، او ان انت تحمري البصلايه كده وتحطي زي ما انا عملت برضو في الطماطم بتاعتك، تحطي بصلايه وتحطي قرنين من الفلفل. في ناس بتحب تحمر الفلفل مع البصل، ده شغال وده شغال. بس كده، يعني دي كل الطرق اللي انت ممكن تعملي بيها الصلصة بتاعتك او تعملي بيها التخديعة. في ناس بقى بتحب ان هي تجيب الطماطم وتقطعها مكعبات وتحطها على النار لحد ما يعني تاخد 3-4 غلوات كده، وبعد كده تضربها في الخلاط وترجعها تاني. ده برضو نوع حلو قوي، تقدري تعمليها وتحطيها برضو في اكياس، بتبقى نظيفة وجميلة، وتطلعيها بقى تنفع معاكي كل حاجة. ودي بتبقى ني في ني، يعني دي كمان بتبقى احسن واخف. برضو تستعمليها في المكرونة، تستعمليها في المحشي، تستعمليها في الطبيخ، في الطواجن، في صينية بطاطس، بتبقى ني في ني وتبقى منجزة. ليه بقول لكم نعمل الحاجات دي من ضمن التفريزات؟ انه في رمضان بتسهل معانا الوقت، في المدارس برضو بتسهل معانا الوقت، حتى لما بنروح مصايف او بنروح في اي مكان بيبقى الاكل بتاعك جاهز. انتي مثلا بتبقي قايمة مش عارفة الظروف ايه او الدنيا ايه، فانتي بتبقي محتاجة تعملي حاجة سريعة، فلما تكوني عاملة حاجات زي كده وركناها بتنجز. البصلايه بقى مش هحمرها ان هي تحمر بقى معايا، اللي هي تسود وكده، لا لا لا، انا هديها تحميره بسيطه. وهحط معلقه كزبره ناشفه. معلقه الكزبره الناشفه دي بتنقل التسبيكه في حته تانية خالص. بصوا، مش هحطها كتير. وبعد كده هنزل بقى بالطماطم بتاعتي اهو. طبعا انزلي بكميه الطماطم اللي انت عايزاها كده بالشكل ده، ومش هحط عليها اي حاجه غير ملح وفلفل، 7 بهارات. عايزه تكتري في البهارات زي ما انت عايزه اهو. طبعا انا هزود كمية الطماطم تاني، بس انا بوريكم بس الفكرة عاملة ازاي. هحط بقى فلفل اسود، وهحط معلقة من السكر. معلقة السكر دي عشان تعادل الحموضة، بس مش اكتر من كده اهو. فلفل اسود، واحط سكر، وهسيبها بقى تتخدع مع نفسها. وده شكلها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون نال رضاكم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة أكلة خفيفة. هنعمل مكرونة ومعاها طبق سلطة. عندي مية مغلية، حطيت فيها ملح وحطيت فيها معلقة من الزيت، ونزلت بالمكرونة بتاعتي. المكرونة مكرونة اسباجيتي، بسيبها حوالي 5 دقايق بس في المية، مش اكتر من كده، ما بسويهاش سوا كامل. تعالوا بقى نصفيها. بصوا، انا لما باجي اصفي المكرونه بتاعتي بفتح الحنفيه كده وبديها شطفه، وبعد كده بمسكها اشطفها شطفه كويسه تحت الحنفيه. بصوا، علشان ما تفضلش سخنه وتفضل يعني طول ما هي سخنه طول ما هي بتستوي. فلو انا سبتها يعني لو شطفتها كده بس شطفه بسيطه هتفضل سخنه وهتعجن مني بعد كده. فانا يا دوبك يعني بشطفها شطفه كويسه، وبعد كده بحطها تتصفى. وتعالوا بقى نعمل مع بعض الصلصه بتاعه المكرونه. عندي طماطم. الطماطم بقى اللي موجوده عندك كيلو، عندك نص، زي ما موجود عندك. هبدا كده اقطع الطماطم بتاعتي قطع صغيره واحطها في الخلاط. سهله جدا جدا، اكله سريعه. دي اكله الانقاذ. لو انت بقى محتاره تعملي اكل ايه، تعملي شويه مكرونه وجنبهم اي حاجه، طبق سلطه، شويه بطاطس محمره، شويه بانيه، شويه كفته، شويه كبده. يعني المكرونه دي انا بحس ان هي
اكلة الانقاذ، بتبقى حاجة كده سهلة وسريعة. هضربها بقى في الخلاط، وتعالوا نرجع للحلة تاني بعد ما صفينا المكرونة. هحط فيها زيت، وبعد كده هنزل بمعلقتين من الصلصة المعلبات، لان زي ما انتوا شفتوا الطماطم مش حمرا مش طرية. انا دايما بحب الطماطم اللي لونها احمر قوي وطرية. الطماطم الناشفة قوي اللي انتوا شفتوها دي بتاعت السلطة، يعني هي ما بتتعملش غير سلطة، تتعمل مخللة، لكن مش بتاعة طبيخ خالص. يعني لو عايزة تعملي طبيخ اوعي تجيبي الطماطم دي. بديها طبعا تشويحة كده عشان المادة الحافظة اللي فيها. وحطيت ملح وفلفل اسود، واديتهم تقليبة سريعة كده، وحطيت الطماطم بتاعتي وهديها برضو تقليبة، وهسيبها تتقل وتبقى صلصة كده تقيلة. خلاص بعد ما تقلت حطيت المكرونة، وهبدأ بقى اقلبها كده تقليبة حلوة. بصوا طبعا كنت طفيت النار كده بالشكل ده، ما شاء الله اللهم بارك. قلبيها كده تقليبة حلوة كده. وطبعا انا سويتها 3/4 سوا، وشطفتها كويس علشان ما تبقاش يعني ما تفضلش لسه سخنة، واجي بعد كده الاقي ان هي عجنت مني. يعني سبب ان هي بتعجن هي السوا الغلط، مش اكتر من كده. بس كده هجيب بقى طبق وابدأ ان انا هقلبها بس تقليبة تانية كمان، حاسة ان هي مش متظبطة. بس كده هجيب بقى طبق. بصوا هجيب بقى الطبق بتاعي، وهبدأ ان انا احط كده شوية حلوين، وهقدمهم بقى مع طبق سلطة اهو كده. تعالوا بقى نعمل طبق السلطة كده سريع. عندي خيار وفلفل وطماطم وبصل. هقطع الخيار والطماطم والفلفل. بصوا اساسي معاكي هتعملي اي اكل، اعملي طبق السلطة ده، اي اكل ايا كان. وهحط عليها ملح وكمون، فلفل اسود، شوية خل، شوية ليمون. ممكن تشيل البصل، ممكن تشيل الفلفل، تخليها طماطم وخيار بس. وطبعا كنت حطيت طبق المكرونة، وقطعت طبق السلطة ده كده على السريع. وزي ما قلت لكم بقى احط البهارات بتاعتي، ملح وشوية من الفلفل الاسود وشوية من الكمون وشوية لو عندك شطة، خل بقى، ليمون، تومة، شوية بقدونس، اللي عندك. طبق السلطة ده باللي بيبقى موجود عندك. وهديها تقليبة كده، وهقدم بقى طبق المكرونة ومعاه طبق السلطة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم. مستنياكم في فيديو جديد على خير. سلام.